عندك الحمام مقطوع ومش عارفه تخيطيه او مش عارفه تحشيه او مش عارفه تسويه ازاي عشان مقطوع وتقولي هرميه او اعمل فيه ايه، لا انا هوريكي تعمليه ازاي وتخيطيه ازاي وتسويه بكل سهوله. هتمسكي الحمامه من عند الرقبه كده، وهتجيبي الاول فتله عاديه من اللي احنا بنخيط بيها الهدوم بابره خياطه، وبس تعملي الخيط مزدوج، يعني تعملي 4 فتلات بدل 2، او تجيبي خيط تخين وتعملي بيه، وتيجي من على بعد كده تقومي جايه من على بعد من الحته المقطوعه، مش جنبها على طول، وتقومي داخله بيها زي ما تكوني بتخيطي عبايه كده، وتسيبي حته من الفتله اللي هي العقده تسيبيها على بعد شويه، وبعدين تخيطي وتسيبي الخيط مهوي خالص، ما تشدهوشي. اوعي تشدي الخيط وانتي بتخيطيه، لازم تسيبي الحته الرز مفتوحه قدامك كده، علشان انتي لما تيجي تسوي الحمام الجلد بيشد معاكي، فلازم ان هو يفتح تاني علشان طبعا الرز بيزيد. واحنا كده عملنا الحمامه كلها اهيت لحد الرقبه، وتسيبيها مفتوحه قدامك زي ما انت شايفاها كده، وتيجي من على بعض وتقطعي الفتله بالراحه، مش تشديها، اوعي تشديها بايديك لا تبوظي كل اللي انت عملتيه. بالمقص كده وتقومي قصاها من على بعد كده، وتسيبي حته فتله طويله علشان ما تفلتش تاني وترجع تفك من الاول. كده احنا عملنا الحمامه بكل سهوله خالص. شوفي قدامك مفتوحه قدامك، لكن لما تيجي تستوي هتلاقيها كويسه اكنها مش مقطوعه خالص ولا متخيطه. شفتي الرقبه جميله من اولها لحد فوق. بس لازم تعملي لايك وشير للفيديو لو عجبك الفيديو ان شاء الله، وتعملي متابعه للقناه. دي حته بنجر، كنت انا بستعمل البنجر وايدي جت عليه يعني على البنجر، وبعدين جت على الحمامه، فالحمامه اتلونت لون احمر. ودي حمامه تانية مقطوعه من مكان تاني خالص. شوفي من عند البطن من جوه كمان، لان الحمام بيبقى الزغاليل دي بتبقى ما تستحملش وتقطع بسرعه. هتيجي برده من على بعد كده وتعملي بنفس الطريقه فتله برده تخينه او فتله مزدوجه، وتخيطي وتسيبيها مفتوحه زي ما احنا عملنا في الاولانيه بالظبط. ايوه كده، واحده واحده كده، وما تستعجليش. انا عشان انا واخده عليه، لكن انت عشان اول مره ما تستعجليش وتسيبيها مفتوحه، لان انت بس تحشيه الاول. لازم تحشي الحمام الاول قبل ما تخيطيه، ما ينفعش تحشي الحمام بعد ما تخيطيه، لانك لو خيطتيه وبعدين حشيتيه هيتقطع منك، وبعدين مش هتقدري تتحكمي في كميه الرز المظبوطه. انت كده هتلفي الرقبه كلها حته ورا حته كده لحد ما تجيبي للاخر، ومن على بعد برضو، وهنقطع الفتله. يلا اعملي لايك للفيديو وانت قاعده كده، مش تتفرجي وخلاص. وكده الحمامه بتاعتنا بقت جاهزه، وتحطي الجناحه ورا ظهرها كده عشان تبقى متكتفه كويس، وهي دي تكتفه الحمام. وهو كده جاهز على التسويه على طول. احنا سويته طبعا، انت عارفه تسويه الحمام وعارفه الحشوه بتاعتها. ونحمره كده بقى ونخليه متحمر ومقرمش وجميل، وتخلي الحمامه ما شاء الله مقرمشه وحلوه، ومعاها شويه مكرونه حلوه كده بالبنجر. وشوفي الحمامه الرز بتاعها ظاهر لكنه ما طلعش بره من الحمامه. هو ده الحمام المتقطع اللي انت مش عارفه تعملي فيه ايه وبتخافي تعمليه. هو ده الحمام المقطوع منك، ما بيترميش، بالعكس بيبقى جميل خالص، ولا بتلفيه في ورق فويل ولا اي حاجه خالص. بتخيطيه وتقومي حاطاه في الشوربه وبيستوي معاكي، بس بنفس الطريقه اللي انا عاملاها. اعملي بقى لايك للفيديو.